مع قناة فيجن متعة التعلم. ويلا نبدأ مع بعض النهاردة مع درسنا مجموعة الأعداد النسبية. وقبل ما نتكلم عن مجموعة الأعداد النسبية، تعالوا كده نتذكر مع بعض يا أولاد حاجة خدناها قبل كده اسمها مجموعة الأعداد الطبيعية، واللي كنا بنرمز لها بالرمز إيه؟ بالرمز ط. وطه بتساوي إيه؟ طه بتساوي مجموعة الأعداد الموجبة ومعها الصفر، أي إن طه بتساوي مجموعة الأعداد صفر وواحد واتنين وتلاتة وأربعة وخمسة وستة وهكذا. طيب، وخدنا إيه تاني لو نفتكر يا أولاد؟ كان في حاجة عندنا اسمها مجموعة الأعداد الصحيحة، حاجة اسمها مجموعة الأعداد الصحيحة، واللي كنا بنرمز لها بالرمز إيه؟ بالرمز صاد. ومجموعة الأعداد الصحيحة هي مجموعة الأعداد الموجبة ومجموعة الأعداد السالبة ومعها الصفر، أي أن مجموعة الأعداد الصحيحة تساوي مجموعة الأعداد الطبيعية ومعها مجموعة الأعداد السالبة. يبقى مجموعة الأعداد الصحيحة اللي كنا بنرمز لها بالرمز صاد، صاد بتساوي إيه؟ صاد بتساوي واحد واتنين وتلاتة وأربعة وخمسة، جميع الأعداد الموجبة، وأيضا سالب واحد وسالب اتنين وسالب تلاتة وسالب أربعة وسالب خمسة وهكذا، ومعهم الصفر ومعهم الصفر. والصفر ده هو عدد لا موجب ولا هو سالب. تمام، الصفر عدد لا هو موجب ولا هو ايه، ولا هو سالب. طيب، النهارده بقى نبدأ مع درسنا مجموعة الأعداد النسبية، واللي احنا بنرمز لها بالرمز نون. اللي بنرمز لها بالرمز ايه؟ بالرمز نون. تمام كده يا أولاد؟ طيب، دلوقتي تعالوا بقى نتعرف مع بعض ايه هي مجموعة الأعداد النسبية. تعريف الأعداد النسبية: العدد النسبي هو العدد الذي يمكن التعبير عنه في صورة قسمة عدد صحيح على عدد صحيح آخر لا يساوي الصفر. إزاي؟ يعني أي عدد صحيح اللي بنرمز له بالرمز ألف على عدد صحيح آخر نرمز له بالرمز ب، حيث ب لا تساوي الصفر، حيث ب لا تساوي إيه؟ الصفر. يبقى احنا عندنا شرطين اتنين عشان العدد يكون عدد نسبي، ونفتكرهم كده وما ننساهمش. ايه هما؟ اولا، ان هو قسمة عدد صحيح على عدد صحيح، واحنا طبعا خدنا الاعداد الصحيحة فوق. ممكن ده العدد يكون سالب، ممكن يكون العدد موجب، ممكن يكون العدد صفر. تمام، بس الصفر فين؟ في البسط، لكن المقام لا يساوي الصفر. الشرط الثاني ايه؟ ان البسط، ان المقام قصدي عندي لا يساوي الصفر، ان ب لا تساوي ايه؟ الصفر. تمام كده؟ طيب، هو هنا بيقول ايه بقى؟ اي ان الاعداد النسبيه هي جميع الاعداد اللي يمكن وضعها على صوره الف على ب. على صوره ايه؟ الف على ب. واتفقنا ان الف ده اي عدد صحيح، واتفقنا ان ب ده اي عدد صحيح، بس اي عدد صحيح ما عدا الصفر. ليه؟ لان اي حاجه على صفر ليس لها معنى. ولو احنا جبنا الاله الحاسبه بتاعتنا كده وجربنا وجبنا اي رقم في الدنيا وقسمناه على الصفر، مفيش اي حاجه هتطلع لي، هيطلع لي ايرور. ليه؟ لان دي حاجه ليس لها ايه؟ ليس لها معنى. يبقى الشرطين اللي عندي ان يكون عندي قسمه عدد صحيح على عدد صحيح، وان العدد الصحيح اللي في المقام اللي بنرمزه بالرمز ب لا يساوي الصفر. طيب، الحاجه اللي بعد كده بقى الف وب ده يسمى ايه؟ يسموا ايه بعد كده؟ يسمى حدي العدد النسبي. حدي العدد النسبي، لانه ممكن يجيب لك في سؤال، ولازم نتذكر الاسم ده، ان الف وب اسمهم حدي العدد النسبي. لانه ممكن يجيب لي في سؤال ويقول لي ايه؟ اوجد العدد النسبي المثيل لهذا العدد اذا كان حديه يساوي كذا. يبقى انا لازم ابقى عارف حديه ده اللي هو ايه؟ الف وب. تمام؟ طيب، تمام يا اولاد. طيب، بعد كده ناخد بعض الامثله على الاعداد النسبيه. طيب، عندنا هنا النص، واحد على اتنين عدد نسبي؟ طبعا عدد نسبي. احنا لو بصينا له هنلاقيه بيحقق عندنا الصوره بتاعتنا الف على ب، ألف على ب. اتفقنا؟ وب هنا لا تساوي ايه؟ الصفر. اتنين بتساوي اتنين. إذا ده عدد نسبي؟ أيوه عدد نسبي. طيب، سالب خمسة على تمانية، سالب خمسة على تمانية. سالب خمسة من الأعداد الصحيحة؟ أيوه طبعا من الأعداد الصحيحة. وتمانية من الأعداد الصحيحة؟ أيوه من الأعداد الصحيحة. إذا ده عدد صحيح على العدد الصحيح
ألف على ب في صورة ألف على ب، وب هنا لا تساوي صفر، إذا ده عدد نسبي. تمام. طيب 3 ده عدد صحيح. لا بس مش في صورة ألف على ب. أيوة يا أولاد، بس أي عدد صحيح، 1 2 3 4 -1 -2 وهكذا، أي عدد صحيح أقدر أقسمه على الواحد هيطلع نفس القيمة. إذا يبقى أنا أقدر أحط التلاتة دي في صورة عدد صحيح. إزاي؟ أهو 3 على 1. نيجي نبص هنا هنلاقيها أصبحت في صورة 3 على 1، عدد صحيح على عدد صحيح، والمقام لا يساوي الصفر، ب هنا لا تساوي الصفر. تمام. واي عدد صحيح تاني اقدر اعمله نفس الموضوع. طيب نيجي بص عندنا الصفر ده عدد صحيح، الصفر ده عدد نسبي. ايوه طبعا عدد نسبي، احنا لسه قايلين. ماشي. ناخد الصفر ونحطه على اي رقم في الدنيا هيطلع بصفر، والصفر من الاعداد الصحيحه، والصفر من الاعداد الصحيحه. اذا الصفر ده عدد نسبي. ايوه عدد نسبي. ازاي عدد نسبي؟ هقول لك ازاي عدد نسبي. لو خدنا الصفر وقسمناه على اي رقم في الدنيا هيطلع يساوي صفر، هيديني نفس القيمه دي. يبقى اذا اقدر احطه في صوره عدد نسبي. نشوف ازاي. تمام. صفر على 1 بكام؟ بصفر. تمام. صفر على 2 بصفر. صفر على 3. اذا الصفر اقدر احطه في صوره عدد نسبي. ايوه. الف على ب. الف تساوي صفر، وب تساوي 2. اهم حاجه شرط عندي ان ب لا تساوي صفر، والب هنا بتساوي كام؟ 2. اذا العدد ده عدد نسبي. تمام. تمام. طيب بعد كده يا اولاد عندي العدد المركب 3 و1 على 2. اي عدد مركب احنا طبعا فاكرين كنا بنحوله ازاي ونحطه في صورة أ على ب. تعالوا نشوف كنا بنعمل ايه. بناخد العدد الصحيح نضربه في المقام، وبعد كده نجمعه على البسط ونقسمه على نفس المقام. ازاي الكلام ده؟ اهو بالراحة خالص. 3 و1 على 2 يساوي 3 في 2 زائد 1 على 2. 2 في 3 ب6، و1 يبقوا 7، يبقى يساوي كام؟ يساوي 7 على 2. بقى أصبح في صورة عدد نسبي ولا لأ؟ أيوة طبعا أصبح في صورة عدد نسبي. أ على ب. أ هنا تساوي 7 وب تساوي 2، أي إن ب لا تساوي الصفر، يبقى ده عدد نسبي. تمام؟ تمام. ناخد بعد كده يا أولاد العدد 7/10. 7/10 ده عدد نسبي. أيوة عدد نسبي. ازاي عدد نسبي؟ لأن 7/10 تساوي 7/10، إذا حطيته في صورة أ على ب، وب لا تساوي الصفر. تمام؟ طيب بعد كده 2/5 نفس الفكرة بالظبط، مفيش أي مشكلة عندنا. 2/5 هي 25/10. أصبح في صورة عدد إيه؟ نسبي. أصبح في صورة عدد إيه؟ نسبي. أ على ب، وب هنا تساوي 10 أي لا تساوي الصفر، فإذا يبقى ده عدد نسبي. طيب بعد كده عندنا نسبة مئوية 15%. 15% ده عدد نسبي؟ أيوة طبعا عدد نسبي. ليه؟ لأن 15% هي 15 على 100. ده عدد نسبي؟ أيوة عدد نسبي. صورة أ على ب؟ أيوة في صورة أ على ب. ب لا تساوي صفر؟ أيوة ب لا تساوي صفر لأنها بتساوي 100 هنا. إذا جميع الأعداد دي هي صور لأعداد نسبية. تمام كده؟ تمام يا أولاد. سؤال: هل جميع الكسور والأعداد العشرية هي أعداد نسبية؟ نعم، جميع الكسور والأعداد العشرية هي أعداد نسبية. ليه؟ لأن أنا بقدر أحطها في صورة أ على ب، وفي نفس الوقت ب لا تساوي الصفر. إذا
يبقى أنا كده حققت الشرطين بتوع صورة العدد النسبي. ناخد مثال على الكلام ده. 2.5 يمكن التعبير عنها في صورة 25/10، أو 250/100، أو 2500/1000. إذا دي صورة من صور العدد النسبي أ على ب. طيب ممكن احنا نفرض أي أمثلة تانية، وليكن مثلا 1.5 تساوي، يمكن التعبير عنها في صورة 15/10، أو 150/100. أي حاجة تانية، وليكن 7.2، هي عبارة عن 72/10، هي عبارة عن 720/100. تمام، فهمنا الموضوع كده. إذن جميع الكسور والأعداد العشرية هي أعداد نسبية. تمام، وفهمناها إزاي وخدنا أمثلة، وأنت تقدر تدي أمثلة لنفسك كتير أدام فهمت الموضوع. طيب السؤال اللي بعد كده، هل جميع النسب المئوية أعداد نسبية؟ طبعا، واحنا خدنا قبل كده في صور الأعداد النسبية النسب المئوية. ليه؟ لأن أنا بقدر أحطها في صورة أ على ب، حيث أ وب عددان صحيحان وب لا تساوي الصفر. عندنا مثال 15%، يمكن التعبير عنها في صورة 15/100، وده صورة أ على ب وب لا تساوي الصفر، أو 150/1000، أو 150/1000. طيب نقدر ناخد أمثلة تانية، وليكن 30% تساوي 30 على 100. تمام، أي نسبة مئوية أقدر أحطها في صورة أ على ب، حيث النبيلة لا تساوي الصفر، عدد نسبي. وليكن 120% تساوي 120/100. تمام، موضوع سهل بسيط جدا، فهمنا خلاص، مفيش أي مشكلة قدامنا، وإن شاء الله مش هيبقى في أي مشكلة قدامنا بعد كده. وهنحل طبعا أسئلة وتمارين بصور مختلفة، بحيث إن أي سؤال يجيلنا يبقى إحنا واخدين الخلفية وحلينا زيه قبل كده إن شاء الله. طيب بعد كده، هل جميع الأعداد الصحيحة هي أعداد نسبية؟ طبعا جميع الأعداد الصحيحة هي أعداد نسبية، لأن أنا بقدر أحطها في صورة أ على ب، وب لا تساوي الصفر. زي إيه مثال عندنا؟ زي 3، يمكن التعبير عنها في صورة 3/1، 3/1 ب3، إذا حطيناها في صورة أ على ب. طيب 6/2، 6/2 3 بتساوي 3، حطيناها في صورة أ على ب. 9/3، 9/3 فيها 3، 9/3 فيها 3. تمام، يبقى حطيناها في صور مختلفة يقدر نعبر بها عن العدد الصحيح. إذا جميع الأعداد الصحيحة هي أعداد نسبية. لما يجيلي سؤال ويقول لي جميع الأعداد الصحيحة هي أعداد نسبية، أقول له نعم صح. طب لو قال لي العكس، هل الأعداد النسبية أو جميع الأعداد النسبية هي أعداد صحيحة؟ قالوا لا غلط، وهنعرف إزاي الكلام ده بعد كده. طيب مثال تاني، الصفر يمكن التعبير عنه في صورة عدد نسبي، أيوه وقلناها قبل كده. 0/1 بصفر، 0/2 بصفر، 0/3 بصفر، 0/4 بصفر، 0/5 بصفر، 0 على أي رقم في الدنيا بصفر. تمام، إذا أي عدد صحيح أقدر
أعبر عنه في صورة أ على ب. تمام؟ يبقى جميع الأعداد الصحيحة هي أعداد نسبية. طيب ناخد بقى شكل يوضح لنا ملخص حاجة خدناها قبل كده. ماشي؟ هنا بيقول لي ايه؟ هنا بيقول لي ان صاد جزء من نون. صاد جزء من نون. صاد اللي احنا قلنا عليها ايه؟ هي مجموعة الأعداد الصحيحة. جزء من ايه؟ جزء من نون اللي هي مجموعة الأعداد النسبية. بالتأكيد، لأن أي عدد، نون عبارة عن عدد صحيح على عدد صحيح، وبحيث إن العدد الصحيح اللي في المقام لا يساوي الصفر. إذا صاد جزء من نون. طيب وطه مجموعة الأعداد الطبيعية جزء من صاد. الرسم بيقول لنا كده، وده طبعا حقيقي، واحنا عارفين وخدنا إن طه جزء من صاد، لأن صاد تحتوي على مجموعة الأعداد الطبيعية زائد مجموعة الأعداد السالبة. تمام؟ وحيث أن طه جزء من صاد فإن طه وصاد جزء من نون. إذا طه وصاد جزء منين؟ من الأعداد النسبية. تمام؟ مفهومة الملحوظة دي أو المعلومة دي؟ ماشي، نخش على اللي بعد كده. عندنا معلومة مهمة وعايزين نشرحها ونفهمها كويس. إيه هي؟ قلنا قبل كده كل عدد صحيح هو عدد نسبي، وليس كل عدد نسبي هو عدد صحيح. لما يجي لي سؤال ويقول لي صح ولا خطأ، كل عدد صحيح هو عدد نسبي، اقول له صح. لكن لو قال لي كل عدد نسبي وعدد صحيح، اقول له لا، خطأ. اقول له ايه؟ خطأ. ماشي. لكن لو قال لي ليس كل عدد نسبي وعدد صحيح، اقول له صح. طيب ازاي الكلام ده؟ نفهم مع بعض. تمام. لو خدنا المثال اللي قدامنا ده، اول مثال 12 على 6، ده عدد نسبي؟ ايوه عدد نسبي. يعبر عن عدد صحيح؟ ايوه يعبر عن عدد صحيح. ليه يعبر عن عدد صحيح؟ لان ال 12 تقبل القسمة على الستة، ويكون الناتج 2، يعني عدد صحيح. يكون الناتج ايه؟ 2، والاتنين من مجموعة الأعداد الصحيحة. طيب ناخد مثال تاني. طب ما تيجي تقول لي ايه؟ طيب يا مستر، طب ما دلوقتي كده اهو ادي العدد النسبي بيعبر عن عدد صحيح. ايوه انا قلت ايه؟ ليس كل عدد، يعني في بعض الأعداد النسبية بتكون أعداد صحيحة، وليس كل الأعداد النسبية هي أعداد صحيحة. تعال ناخد مثال تاني. 25 على 4 لا يعبر عن عدد صحيح، لأن ال 25 لا تقبل القسمة على 4. فهمنا كده؟ 25 على 4 ده عدد نسبي؟ أيوه عدد نسبي. طيب قسمته تطلع عدد صحيح؟ لأ. ليه؟ لأنها لو جينا قسمنا ال 25 على 4 على الآلة الحاسبة، هنشوف الناتج عندنا هنلاقيه يساوي 6.25%. 6.25%، وده ليس عدد صحيح. تمام كده؟ وعندك أمثلة كتير لأعداد نسبية ليست عدد صحيح. زي إيه؟ هنقول مثلا 13 على 7، ده عدد نسبي؟ أيوه عدد نسبي، بس الناتج بتاعه عدد صحيح؟ لا، الناتج بتاعه ليس عدد صحيح. ليه؟ لأن 13 لا تقبل القسمة على السبعة. لأن 13 لا تقبل القسمة على إيه؟ على السبعة. فهمنا كده؟ طيب هناخد بعد كده بعض التمارين، ويا ريت انت من عندك توقف الفيديو وتحاول تحل التمارين دي، وبعد كده احنا هنحلها مع بعض وتشوف الحل صح ولا غلط. واي حاجة طبعا انت اخطأت فيها لما تشوف الصح بتاعها اكيد هتتعلم ومش هتنساها تاني. فانا بطلب منك دلوقتي انك توقف الفيديو وتشوف التمارين دي، تحلها في اي ورقة خارجية، واحنا خدنا شبيه ليها. حلها في اي ورقة خارجية، وبعد كده شوف حلك صح ولا خطأ. تمام. انا هعتمد ان انت وقفت الفيديو خلاص وبدأت تحل، وانا هحل انا وانت دلوقتي، وشوف بعد كده ايه الحل بتاعك صح ولا غلط. اول سؤال عندنا 1 و2 على 3. 1 و2 على 3 ده عدد مركب، واحنا اتعلمنا ازاي نفك العدد المركب. نقوم قايلين نفتح القوس 1 في 3 زائد 2 على 3. طيب 1 في 3 ب3، و2 5
على 3. حطيناه في صورة عدد نسبي أ على ب. أيوه، أ على ب وب لا تساوي الصفر. طيب كويس جدا. ناخد السؤال اللي بعد كده. 3.7. عايز احطها في صورة عدد نسبي. سهلة جدا. 3 اشيل الاشارة بس، يبقى 307 على 100. صورة عدد نسبي. ايوه صورة أ على ب. ايوه أ على ب لا تساوي الصفر. ايوه ب لا تساوي الصفر. موضوع سهل وبسيط، وان شاء الله برضك في جزء تاني هنشرح فيه ونكمل فيه الاعداد النسبية، وهناخد فيه تمارين كتير جدا. 51 سالب 51 تساوي. ابسط طريقة ان احط فيها العدد الصحيح ان انا اقسمه على 1. يبقى احطه على 1. سالب 51 على 1 ب51، وسالب 51 زي ما هي. حطيناه في صورة عدد نسبي. حطيناه في صورة عدد نسبي. أ على ب. أ على ب لا تساوي الصفر. أيوه ب لا تساوي الصفر. تمام تمام. طيب اللي عنده أي اقتراح في طريقة الشرح أو فكرة معينة نوصل بها المعلومة، احنا نحب نسمع جميع آرائكم ونستفيد منها علشان نوصل المعلومة بشكل أفضل وشكل صحيح. 30% هي عبارة عن 30 على 100. الأمر بسيط وسهل إن شاء الله. طيب بعد كده 102%، هي زيها زي أي نسبة مئوية. 102% تساوي 102 على 100. تمام. أظن كده إحنا حلينا الأمثلة. يا أولاد وصور مهمة جدا بتجيلنا في الامتحان ونركز فيها. تمام. بيجي أوقات يقول لي العدد ده يبقى عدد نسبي إذا كان إيه شرط العدد ده إنه يكون عدد نسبي؟ شرط العدد ده إنه يكون عدد نسبي إن المقام بتاعه لا يساوي الصفر. ما هو في صورة أ على ب أهو. طب فاضل أحقق الشرط التاني إن إيه؟ إن المقام بتاعه اللي هي الب دي زي ما هو كاتب كده لا تساوي إيه؟ لا تساوي الصفر. فأنا أقول إن شرط العدد ده يكون عدد نسبي إن ده لا يساوي الصفر. طب إيه الحاجة اللي تخلي ده لا يساوي الصفر؟ إن س احطها بقيمة ما تخليش المقام عندي لا يساوي صفر. زي ايه؟ العدد النسبي اللي قدامنا ده س زائد 1. س زائد 1 في المقام اهو. انا عايز اخليها العدد ده عدد نسبي، يبقى في الحالة دي س لا تساوي ايه؟ لا تساوي -1. ليه -1؟ لان احنا لو عوضنا هنا بس بسالب 1، -1 زائد 1 بايه؟ بصفر. 2 على صفر ليس لها معنى، اذا ما اصبحتش عدد نسبي. لكن لو عوضنا بس باي رقم تاني غير -1 هيطلع لي العدد ده يكون عدد نسبي. يبقى متفقين؟ طيب نحل انت بقى اللي بعد كده معايا وقول لي اهو. تمام. س هنا -5 على س عدد نسبي اذا كانت س ايه؟ ها يلا فكر معايا. ايوه اذا كانت س لا تساوي صفر. ليه؟ لان لو عوضت بس بصفر هيصبح عندي المقام هنا صفر، ولو عوضني بس فوق س لا تساوي الصفر. ليه؟ لأن لو عوضت بس بصفر هتلاقيها صفر ناقص 5 على صفر. صفر ناقص 5 بسالب 5. سالب 5 على صفر ليس لها ايه؟ ليس لها معنى. ماشي؟
طيب بعد كده السؤال اللي بعد كده، س ناقص 5 على 5 ناقص س. العدد ده يكون عدد نسبي إذا كانت س لا تساوي إيه؟ فكر معايا يلا. إذا كانت س لا تساوي 5. إذا كانت س لا تساوي إيه؟ 5. ليه؟ لأن س لو ساوت 5 هيبقى عندي 5 ناقص س، 5 ناقص 5 بصفر، و5 ناقص 5 بصفر. صفر على صفر ليس له معنى. والمشكلة عندي مش في الصفر اللي في البسط، المشكلة عندي في الصفر اللي في المقام. تمام؟ طيب نخش على صورة تانية بقى عكس الصورة اللي احنا خدناها فوق دي. طيب ايه الصورة التانية بتقول لي ايه؟ تقول لي إذا كان العدد النسبي أ على ب يساوي صفر فإن أ تساوي صفر. هلا ده احنا عكسنا المرة دي. هو عايز ده بيقول لك ده عدد نسبي، بس أنا عايز العدد النسبي ده يساوي صفر. العدد النسبي ده يساوي إيه؟ صفر، لأن الصفر احنا عارفين إن هو إيه، وشرحنا إزاي إن هو عدد من ضمن الأعداد النسبية. تمام؟ فأنا عايز أقول إن ده العدد النسبي اللي قدامي ده، أو الصورة اللي قدامي دي أو دي بتساوي صفر. طب إيه اللي يخلي عندي اي عدد نسبي يساوي صفر؟ ان البسط بتاعه يكون يساوي صفر. ان يكون ايه البسط بتاعه يكون بيساوي صفر، اللي هو ايه؟ اللي هو احنا بنرمز له بالرمز الف. ان احنا بنرمز له بالرمز ايه؟ بالرمز الف. طيب نبص معايا كده. ماشي، نيجي هنا نطبق القاعده بتاعتنا دي. نشوف العدد النسبي س على س ناقص 3 يساوي صفر اذا كانت س تساوي ايه؟ ها، نفكر مع بعض. إذا كانت س تساوي إيه؟ صفر. إذا كانت س تساوي إيه؟ صفر. بالتأكيد أنا هعوض عن س بصفر، بصفر زي ما هي فوق، ولو عوضت عنها تحت بصفر هتبقى سالب 3 ناقص صفر تبقى سالب 3. يبقى الناتج عندي، الإجابة عندي هتبقى صفر. تمام؟ إذا كانت س تساوي صفر، لأن لو عوضت صفر فوق على صفر ناقص 3 هتطلع بصفر، هتساوي صفر على ناقص 3. تمام؟ أصبح إن هو بيساوي صفر. طيب اللي بعد كده، السؤال اللي بعد كده، س زائد 1 على س ناقص 3 صفر إذا كانت س تساوي إيه؟ أبص ده صفر. إذا كانت س تساوي إيه؟ أبص على طول على البسط. إيه اللي يخلي البسط بتاعها بصفر؟ إن س تساوي سالب 1. إن س تساوي إيه؟ سالب 1 زائد 1 بصفر. لو عوضنا تحت بسالب 1 وسالب 3 يبقى سالب 4. يبقى صفر على سالب 4 تساوي إيه؟ صفر. إحنا اتعودنا إن أي رقم على صفر، صفر على أي رقم قصدي في الدنيا يساوي صفر. طيب يبقى هنا إذا كانت س لا تساوي إيه؟ سالب 1. تمام؟ أعتقد إن الموضوع سهل وبسيط والحمد لله. طبعا أنا كنت الدرس كان أطول من كده، فأنا ما حبيتش أطول عليكم، وقلنا نقسم الدرس على جزئين 2. فإن شاء الله يعني الجزء الثاني هيبقى معاه تمارين كتير وصور مختلفة هنتمرن عليها كلها وهنحلها إن شاء الله علشان الموضوع يثبت في دماغنا. أتمنى منكم إنكم تشتركوا في القناة، وإذا كان الفيديو عجبكم إنكم تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في الدرس القادم، مع تحياتي.